السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائنا الأعزاء مع حلقة جديدة في فقرة ينبوع الواحة. وموضوع اليوم ممتع وشيق، ألا وهو الصداقة. لا شك أن كل واحد منا لديه صديق أو أكثر من صديق واحد، فالأصدقاء هم حلاوة الحياة. نخرج معهم ونستمتع بمرافقتهم، ولكن يجب أن نعلم أن له علينا حقوق، وهذه الحقوق تجعل الصداقة أقوى وتجعلها تستمر لفترة أطول. ومنها تعاون الأصدقاء على الخير كالذهاب المسجد أو بر الوالدين أو كتمان الأسرار. فمن الخطأ أن تفشي سر صديقك. وكذلك النصيحة، فمن الواجب عليك إذا رأيت صديقك على خطأ أن توجهه وتنصحه وتدله على الطريق الصحيح. استمعوا إلى هذه النصائح جيدا يا أصدقاء كي تكون صداقتكم ناجحة بإذن الله. نلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن دولتنا الحبيبة إريتريا تحتوي على الكثير من المعادن في باطن الأرض، مثل الذهب والنحاس والفضة وغيرها. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائنا الأعزاء في حلقة جديدة مع حكايات جحا. وعنوان حكايتنا لهذا اليوم هو الحمار الشرس. كان لدى جحا حمار شديد وقوي وشرس ويعض من يقترب منه، فأخذه جحا إلى السوق ووقف بجانبه يعرضه للبيع، فجاء أحد الناس ليشتريه، فمد يده إلى فم الحمار ليعرف عمره، ولكن الحمار في هذه المرة عضه عضة بالغة، فراح الرجل يضرب الحمار ويشتمه ثم تركه وانصرف. فجاء مشتر آخر وأراد أن يمسك ذيل الحمار ليعرف حالته، فرفسه الحمار فأوقعه على الأرض، فأخذ الرجل في السب والشتم ثم ذهب. وكان الدلال يلاحظ ذلك كله، فاقترب من جحا وقال له: هذا الحمار لا يبتاعه أحد لأنه يعض ويرفس. فقال له جحا: نعم، وأنا لم أحضره للبيع، وإنما جئت به ليعلم المسلمون ماذا يصيبني منه.
هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا يا صغاري الأعزاء، اليوم سنتعلم حرفاً جديداً. إنه حرف الزاي، حيث ننطقه بالفتحة فنقول زا. هيا رددوها معي يا أصدقائي، زا. أما في الضمة فنقول زو، كرروها مع زو. وأخيراً في الكسرة نقول زي. هيا مجدداً، زي. أحسنتم. حسناً، لننتقل إلى الأمثلة والكلمات. ما هذا الموجود داخل الزجاجة يا أصدقاء؟ أحسنتم، إنه زيت. وما هي المادة التي صنعت منها الطاولة والأكواب؟ صحيح، إنه الزجاج. وما الذي تشاهدونه الآن أصدقائي الأعزاء؟ يا سلام، أحسنتم، إنها زينة. والآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نقرأ معاً قصة جميلة؟ ذهبت زينة إلى محل الزهور، فاشترت زينة باقة زهور جميلة. أهدت زينة الزهور إلى والدتها، زهرة حمراء، وزهرة صفراء، وزهرة زرقاء. بهذا أصدقائي الأعزاء نكون وإياكم قد وصلنا لنهاية فقرتنا، على أمل أن نلتقيكم مجدداً. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الزاء، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة جديدة وحرف جديد، لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تعطياني اسم نبات يبدأ بحرف الزاء. تفضل يا محمد. زنجبيل. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ أجل. تفضل. زبيب. أحسنتما، إجابتكما صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم جماد يبدأ بحرف الزاء. تفضل يا محمد. زر. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ زلاجة. أحسنتما، إجابتكما صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان يبدأ بحرف الزاء. تفضل يا علي. زرافة. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما تعطياني اسم ذكر يبدأ بحرف الزاء. تفضل يا محمد. زكريا. أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال التالي. أريد منكما تعطياني اسم أنثى يبدأ بحرف الزاء. تفضل يا علي. زينب. زينب، صح، إجابة صحيحة. وإلى هنا يا أصدقائي تنتهي فقرتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلقاكم في حرف جديد ومسابقة جديدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء، فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم، مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم في فقرة قصص الأنبياء.
حيث توقفنا عندما أخذ العزيز يوسف إلى قصره وقال لامرأته أكرمي يوسف إنه ولد رشيد. وراودت امرأة العزيز يوسف على الخيانة، ولكن يوسف أبى وقال كلا، أنا لا أخون سيدي، إنه أحسن لي وأكرمني، إني أخاف الله رب العالمين. وغضبت امرأة العزيز فشكت إلى زوجها، وعرف العزيز أن الامرأة كاذبة، وعرف أن يوسف أمين فقال لزوجته إنك كنت من الخاطئين. وعرف يوسف في مصر بجماله، فإذا رآه أحدا يقول ما هذا من بشر إن هذا إلا ملك كريم. واشتد غضب المرأة على يوسف فقالت إذن تذهب إلى السجن. قال يوسف السجن أحب إلي. وبعد أيام رأى العزيز أن يرسل يوسف إلى السجن، وكان العزيز يعرف أن يوسف بريء ولكنه أدخله السجن. فما الذي جرى ليوسف عندما دخل السجن؟ وهل سيخرج منه أم لا؟ ستعرفون كل هذا في الحلقة القادمة. كان معكم موسى كبيري وموفق ناصر. السلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حكمة جديدة ويوم جديد. وعنوان حكمتنا لهذا اليوم هو الصديق وقت الضيق. والآن سنأخذ آراء أصدقائنا الأعزاء عبد الوهاب ومحمد. أولا مع عبد الوهاب برهان، تفضل يا عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من رأيي يعني لما يكون معايا صاحب لما أحتاجه يجيني ويساعدني، أما لما يكون هذا ما صاحبي لكن ما يفيدني ولا شيء، هذا من رأيي. أحسنت يا عبد الوهاب، شكرا لك، كان رأيا جميل. والآن سنأخذ رأي صديقنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من رأيي الصديق هو يعني الصديق اللي أنت تحبه مرة وهو كمان يعني هو كمان اللي يحبك، وأنتم تساعدون بعض في كل شيء. لو أنت تحتاج فلوس أو أي شيء أو عندك دين لأي واحد هو يساعدك، يكون ورا ظهرك. هو هذا نقول الصديق هذا العز. أما الصديق اللي بس يحتاجك للفلوس أو مصلحته فهذا الصديق يعني ما راح يفيدك أي شيء. أحسنت يا محمد، شكرا لك. وهكذا انتهت حكمتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على إعطائنا وقتكم، وعلى أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. لتكن قاعدته هكذا يا مولاي. ولكن ألا نستطيع سبكه في كتلة واحدة كما هو مبين هنا؟ القاعدة المنفصلة أفضل، ونربطها فيما بعد يا سيدي. حسنا يا عبد الله،
كما تريد، فلنجرب طريقتك. أيها السلطان، أصبت. الحقيقة أن قاعدة المدفع هكذا ملائمة جدا. أنا لم أسمع بمدفع قطره 8 أشبار حتى يومي هذا يا مولاي السلطان. أنا أفكر في صنع مدفع قطره أكبر من هذا. مدفع أكبر من هذا يتسع لإنسان يمر من خلاله. مدفع كهذا سيجعل هدفنا محققا. ذلك يعني أن تكون القسطنطينية وأسوارها في مرمى مدافعنا التي ستجعل عاليها سافلها. وضع السلطان محمد خطة محكمة لتخليص خبير صنع المدافع من سجن القسطنطينية، وأرسل رجاله لجمع المعلومات المتعلقة بالسجن تمهيدا لتنفيذ الخطة. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة في لغز اليوم. أما إجابة اللغز الماضي فقد كانت الهاتف، وإجاباتكم كانت صحيحة. أما لغز اليوم يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي يجري لكنه لا يتحرك؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم عبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي. نلتقي بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك النصيحة، فإذا رأيت صديقك على خطأ فمن الخطأ أن تفشي سر